يا سادة يا كرام، جايبه لكم النهارده حدوته عن ملك عمل تجربة غريبة جدا مع الشعب بتاعه. تيجوا تشوفوا. في زمان ما ومكان ما كان في ملك غني جدا، بس كمان كان عنده فضول قوي. في يوم من الأيام قرر إنه يشوف الشعب بتاعه ده هيعمل إيه لو وقفت قدامه عقبة. فراح في شارع كبير جدا ورئيسي وكل الناس تعدي منه، حط صخرة كبيرة في نص الطريق وقعد يشوف الناس هتعمل ايه. اول ناس عدت كان ناس من بلاط الملك، عدوا كده جم ناحية الحجرة وقالوا ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي جابتي هنا، بس راحوا معدين حواليها ومكملين شوية. وجم تجار لما شافوا الحجرة قالوا ايه ده ايه ده، ازاي الملك سايب يعني حجرة كده في نص الطريق؟ لا لا لا، ده اسلوب مش كويس خالص. وراحوا معديين من حوالين الحجرة وماشيين، وبرضه فضل على ده الحال. ناس تيجي عند الصخرة تقول ايه ده، إيه الصخرة دي، روحوا لافين حواليها ومعديين. فضل على ده الحال اليوم مكملش، لغاية ما عدى فلاح مزارع مع سبت في شوية خضار. لما شاف الحجرة راح سايب السبت على الأرض وراح يزق الحجرة. فضل يزق في الحجرة، يزق في الحجرة، يزق في الحجرة لغاية ما نزحت، ورجع علشان ياخد السبت بتاعه. بص كده لقى إنه في حاجة على الأرض، لقى إن في سرة. لما فتحها لقاها مليانة دهب، ومعاها ورقة مكتوب فيها اللي يزيح الحجرة الدهب ده من نصيبه. الراجل الفلاح ده ما كانش عارف إن العقبة اللي هو قابلها كانت فتحة خير وباب رزق كبير علشانه. وانتوا بقى ايه العقبة اللي في طريقكم، وهتعملوا ايه لو قابلتوها؟ اكتبوا لي في التعليقات. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. يا رب تبقى حلوة ومش ملتوتة. وإذا عجبتكم الحدوتة دوسوا دوسة صغنطوطة في كل الزراير محطوطة على هذه الشاشة المفتوحة على قلوبكم الطيب. أشوفكم المرة الجاية، سلام.